الحمد لله. ممكن نتعرف بيكي بقى؟ قولي لي اسمك ايه؟ ملك رضا عبد العزيز. ماشي تمام. انت عندك كام سنة؟ عندي 8 سنين. طيب اكتشفت الرسم من امتى؟ كنت بحب ارسم كتير وانا صغيرة، ولما كبرت ماما اكتشفت فيه الموهبة. طب كنتي بترسمي ايه مثلا وانت كنت صغيرة؟ برسم ورود واشخاص وعيون وحاجات من دي. وايه اكتر حاجة فيهم بتحبي ترسميها ولا كلهم؟ العيون، الله. طب بتحبي العيون ليه؟ عشان بتبقى ملونة وبتبقى تفاصيلها سهل. طب والعيون اللي مش ملونة بتحبيها؟ اه، ايه احساسك لما بترسمي؟ بيبقى احساس جميل جدا وببقى عاوزة ارسم كتير. ماشي. طب انت بقى بترسمي في المدرسة اثناء الدراسة يعني، ولا لا بتقطعي بقى وتسيبي الرسم ده ايام الامتحانات؟ لا، برسم اثناء الدراسة. لو احنا هنستخدم الرسم في حاجة نزين او نجمل بيها حاجات في الحياة العملية، يعني حاجات موجودة في حياتنا، تفتكري هنعمل ايه؟ هزين بيها بيوت. أيوة. وممكن كمان ازين بيها مقالم. وممكن كمان ازين بيها اقلام. وممكن ازين بيها حاجات كتير. طب ايه كمان يعني؟ فكري معايا كده. ممكن ازين بيها زي مثلا الحيطة. ولو مثلا لو حتى يعني مش حلوة ازينها اكتر بيه. اوكي تمام. طب قولي لي مين الشخص اللي نفسك ترسميه؟ اللي انا نفسي ارسمه تيتا الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. تمام. تحبي تقولي ايه لماما عشان تشكريها؟ احب اشكرها جدا جدا لانها هي اللي عرفت المكان ده. تمام، احنا بنشكرك جدا. ممكن بقى تورينا شوية رسومات ليكي؟ طبعا. تمام، يلا بينا. احكي لي بقى يا ملك، يعني رسمتي الفراشة دي امتى وليه؟ رسمتها يوم الجمعة يوم السبت اللي فات. اشمعنى اخترتي رسمة فراشة؟ لانها فيها الوان حلوة. ماشي. وورينا بقى الباقي السكتش بتاعك بعد اذنك. انا شايفة هنا ما شاء الله ثبت. اشمعنى اخترتي اللون البيربل ان انتي ترسمي فيه الوردة؟ يعني مش اخترتيها مثلا يكون لونها روز؟ لونها بتحبي اللون ده؟ هي هي رقيقة على فكرة. ماشي، ممكن تكملي. الله. قولي لي بقى حكاية الحصان ده ايه؟ الحصان ده جميل جدا. واول ما شفته عجبني فقررت ان أنا ارسمه. اللي هو عشان رمز من علامات او شعار الشرقية، صح كده؟ صح. تمام. الرسمة دي بقى انا عايزة اقولك ان هي عجباني انا جدا، فبقولك يا رب ربنا يوفقك. هتحبي تطوري نفسك ازاي اكتر الايام الجاية؟ هرسم بألوان مية والوان كتير تانية. تمام، احنا بنشكرك جدا.